السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. وجولة سريعة في المكان المفضل ليا اجيب منه كل حاجتي، حتى الموبايل انا جبته من هناك. ده العجمي مول ستور، طبعا فتح الله تحت. حاجة كده تحفة. طبعا عنده زي ما انتم شايفين كده، انا بحب المكان اللي بيعرض لي اكتر من براند، يعني يبقى فيه اكتر من شكل للحاجة اللي انا عايزاها، او خامه كمان. بصوا ده الغطا او الحله اللي كلمتكم عليها كذا مره، ان الغطا بلاش تجيبوا الغطا المحكم. اما تحبوا تجيبوا حلل، نصيحه يعني، الغطا ده بيبقى فيه فتحه كده، الفتحه دي بتعبي في البومبي بتاع الغطا ده كله بخار، فكأن الحله زي ما تكون متهويه. وبعدين لما تيجي تشيلي الغطا بتنزل كميه ميه كده سخنه من البخار، ممكن تلسعك لا قدر الله. فالغطا المحكم تماما هو افضل للتسويه. اهو يعني الغطا اللي يبقى زي كده، مفيش فتحة تهوية لا، بتاعت البخار دي بلاش خالص. بيبقى محكم كده ومغلق على الحاجة افضل بكتير. بوريكم بقى المكان زي ما انتوا، زي ما قلت لكم يعني. بصوا المكرونة هتلاقوا 10 انواع مكرونة. هتلاقوا الرز 10 انواع رز، 10 شركات. يعني بصوا بحب كده قوي قوي، يعني بحب ان انا الاقي كذا نوع. وبراحتك، وكل كمان الاشكال، يعني قلم وسباكيتي والعقل واللازانيا، كل حاجه بتلاقيها موجوده في مكان واحد. ده بيكون صراحه اوفر واحسن لست البيت، ولو ما كانش اوفر هيبقى اوفر في صحتك، يعني ان انت ريحتي نفسك وجبتي الحاجه من مكان واحد. فده بيبقى افضل ليكي بكتير طبعا. يسو حبيبي جاب بقى المكرونه، نوعنا كده المكرونه. بتلفي كمان في حاجات بتبقى انت عايزاها وناسياها. فوانت بتلفي كده في المول او ال على الاستندات كده، بتفتكري الحاجات كمان اللي انت عايزاها وما كانش في بالك تجيبيها. هي ميزة وعيب في نفس الوقت، بس اعتقد ان هي ميزة اكتر لو انت من الناس اللي بتعرف تظبط نفسها اثناء الشوبينج. يعني وانت بتتمشي كده بتعرفي تظبطي امكانياتك، وعلى قد اللي معاكي بتجيبي. يعني مثلا ما الاقيش شوكولاتات بانواعها واروح على الشوكولاتات وانا مش عايزه شوكولاتات، لا انا كده هودي نفسي في حته تانية. يبقى ما اروحش مول زي ده. اللي ما يعرفش يضبط نفسه ان انا اجيب ايه بكام، ما يروحش مول زي ده، لان هو بيبقى عرضه للاغراءات، ان انت تجيبي حاجات انت ما كنتيش عايزاها. فلازم، انا صراحه متعوده دايما كل شهر بنزل اجيب متطلبات بيتي، وعارفه انا بجيب ايه. يعني حتى الحاجه حفظتنا، بحس ان كده الحاجه هتنط من مكانها، تدخل جوه الشنطه بتاعتي، عشان انا خلاص احنا الحاجه حفظتنا، عارفين ايه اللي بنجيبه كل شهر بننزل نجيبه. بيبقى فيه عروض بقى، يعني الميزه في المكان بيبقى فيه عروض، بتبقى احسن من بره بكتير. وساعات برضو الاسعار بتبقى اغلى من بره. فتخلي بالك برضو انت ما تركزيش في مكان واحد وتسيبي الدنيا بره، ما تعرفيش الاسعار بره. لا ركزي بره، اسالي. خليكي دايما طول ما انت ماشيه كده اسالي الاسعار ايه، حتى لو مش هتشتري يبقى عندك فكره السعر ايه بره والسعر ايه في المول اللي تشتري منه كل شهر. تمام. انا رحت هنا على هنا قسم الفراخ الفريش. لقيت الفراخ، اللهم صل على محمد، البانيه عامله 204. قلت اكيد بره تكون رخصت، لان هنا بيبقى اغلى من بره 20 جنيه. تمام. يعني هنا 204 فعلا، سألت بره لقيتها كانت عاملة 180 أو 185 بالظبط. تمام. فانت بتبقي عارفة، يعني معنى كده ان انا عارفة اشتري ايه من هنا وايه ما اشتريهوش. تمام. لان ساعات برضو اشتريت من هنا زبدة ورحت بره لقيتها ارخص، وصابون ورحت بره لقيته ارخص. فانت دايما مش ما تعتمديش دايما على حاجة واحدة، لا اسألي دايما هنا بكام وهنا بكام، طول ما انت ماشيه كده عشان تبقي عارفه انت بتعملي ايه. هنا بقى في كل حاجه فريش، كبده وبانيه وفراخ، كل حاجه هنا فريش وطعمها في منتهى الجمال. حتى الرومي فريش ومتقطع، اللي انت عايزاه. الفواكه هنا كلها تحفه. المشروم هنا حلو جدا فريش وسعره حلو. ده قسم بقى اللي هي الفراخ المتبله. بصوا كل الفراخ هنا متبله، والديك الرومي ما شاء الله حاجه كده تحفه. انت كل حاجه تحتاجيها بجد تنزلي المول مره واحده تجيبيها. بصي حتى اللحمه بكل تقطيعاتها شكلها عامل ازاي، حاجه روعه. بامانه حاجه روعه. انا يعني برتاح جدا. كمان المول ده بيبقى مكيف، يعني تخيلوا بقى في الحر ده وانت بتتمشي في مكان، صراحه ربنا ده حتى لو انت هتدفعي اغلى من بره، فانت بتتمشي في مكان ما فيهوش فرهضه ولا فيه بهدله. ده انت كمان بقى ممكن بتطلبي كل اللي انت عايزاه من المكان ده وانت قاعده في البيت. وبياخدوا كام، 22 جنيه. يعني انا لو هروح انا وبنتي او انا وابني نجيب كميه الحاجات دي كلها ونشيلها ونتبهدل، مش هندفعوا مواصلات يا جماعه، هندفعوا اكتر منهم مواصلات.
15 260 اعتقد رقم تليفون مول عجمي ستار، بجد حاجه روعه وحاجات فريش بقى. بصوا حتى الجلاش انا جبته من هناك وعملت معاكم فطيره الجلاش كانت روعه. يعني الحاجه كلها هناك تجيبيها كده وانت مغمضه، يعني بجيبها بالتليفون. يا جماعه انا عايزه كذا واحد اتنين تلاته، ليه؟ لان انا بجربت سنين، مش جربت شهر او اتنين، سنين ان انا كنت اجيب الحاجه بيت كل شهر اجمع حاجتي اللي انا عايزاها. ايه بقى اللي هي المنظفات الشخصيه، وكمان المنظفات بتاعه البيت، واللي هو الرز والمكرونه والسمنه والزيت والحاجات والسكر. محتاجين بقى الجبن، محتاجين لحوم من هناك بتجيبيها حتى لو بلدي كمان بجد. بتجيبي حتى اللحمه البلدي وانتي مغمضه عينيكي، مش بيبعتولك اي حاجه ملهاش لازمه. بجد ما شاء الله المكان ده من احب الاماكن على قلبي، وكفايه يعني لو روحتي حتى بتجيبي الحاجه بتحسي ان انت غيرتي جو، لان التكييف بقى عالي هناك، وما شاء الله الخدمات هناك جميله، والحاجه محطوطه نظيفه ما عليهاش نقطه تراب، مفيش تراب كده على على الحاجه وانت بتجيبيها. ريتش بيك طبعا بحبه جدا واساسي عندنا. شوفوا بقى الجمال، كمان الجاتوهات بانواعها، بتقفي تشوفي الحاجه براحتك، محدش بيضايقك بكلام. يعني مثلا انت بتخشي محل، هنا الاسعار معروضه فانت براحتك اكتر، يعني بتخشي المحل عايزه تجيبي حاجه معينه هتتحرجي تسالي، هنا الحاجه محطوطه بسعرها، بتقدري تاخدي اي حاجه انت عايزاها وتطلعي تحاسبي بره المكان هنا، او عمليه الشراء هنا. سامحونا بقى على الاصوات، بتكون بشياكه صراحه وبرقي. الحاجه معروضه قدامك باسعارها، تقفي تتفرجي براحتك، بتشوفي براحتك، مش بتدخلي المحل وتطلعي تاني هتشتري، او تضطري ان انت تشتري حاجه انت مش عايزاها. ممكن تجمعي كل اللي انت عايزاه على الكاشير، لو في حاجه مش عايزاها بترجعيها عادي خالص، مفيش مشكله من حاجه. فكمان كل حاجه فريش، يعني الجبنه مش هتلاقوا الجبنه زي ما بتشتروا من المحلات، يعني الجبنه ساعات بتكون عليها طبقه صفراء، او جبنه بقالها كتير متعبيه. كل حاجه بتبقى متعبيه اول باول. وزي ما قلت لكم يعني اللي بيجي يسلمك الحاجه، لو انت في حاجه مش عايزاها مش عاجباكي بترجعيها معاه تاني عادي جدا. بسكوت اللوتس ده جميل جدا، كام قطعه دول كان ب 17 جنيه، حلوين جدا جدا. طعمه حلو، جربوا.